اليوم سجلت بلادنا 1357 إصابة جديدة بفيروس كورونا. عدد المتعافين بلغ 550 شخصا، فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية. وأما حصيلة الملقحين فبلغت اليوم 3,005,363 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية. مرض موسمي ما زالت قائمة في ظل المعطيات العلمية اللي أصبحت متوفرة الآن. هو الكثير من الخبراء والكثير من الأطباء والعلماء في الفيروسات ينتظرون أن يكون الأوميكرون والتمحورات العديدة التي عرفتها آخر مسمار في نعش هذه الجائحة. هذا ما نراه. هناك دراسات استشرافية، ولكن يجب كذلك الحذر. سيبقى الفيروس معنا، سيتمحور وسيعرف المآل الذي عرفه. كذلك الفيروس اللي عنده خصوصية لأنه فيروس له الحمض الريبوزي كالفيروس ديال الانفلونزا اللي كان في أوائل القرن الماضي من أكثر انتشارا وأكثر فتكا، ولكن مع الأيام أصبح فيروسا عاديا. وهذا ما نتمناه في هذا الفيروس ديال السارس كوف 2، أنه سيصبح موسميا. ستبقى حدته متدنية، ولكن سيبقى بيننا ويجب أن نتعايش معه. هناك بوادر الآن أن يجب كذلك عدم التهويل.